الجيش تتلعب على طول، ودي لمسه خطيره جدا وجول. جول 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 في الدقيقه الرابعه. طلائع الجيش العنيد المفضله ليه ادي بن شرقي في مكان خطير، ودي العرضيه معديه، ودي مره ثانيه جول. جول 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 عملها ياسر ابراهيم مراد، لكن اسماعيل اوجورو، ودي بلوك مره ثانيه، ودي راسيه وجول. جول 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 جول. بعد كل خسارة للنادي الأهلي يطلع الخطيب بشوية قرارات تهز النادي، أولها خصم 35% من رواتب اللعيبة، وتعليق 25% من قيمة عقودهم، ويطلب الخطيب من ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ يمسكوا ملف الكورة. طب هو ايه اللي حصل لكل ده؟ الأهلي للمرة التانية في الدوري يخسر قدام طلائع الجيش 2-1، ويفضل في المركز الثالث بفرق 3 نقط عن بيراميدز والزمالك، ويخرج من أبطال أفريقيا لخامس مرة ورا بعض بعد خسارته ورايح جاي لأول مرة في تاريخ النادي الأهلي قدام الترجي. يا حرام على اللي هيجرالي يا حرام. هاي، ازيك يا لقاء؟ شفتي المفاجأة اللي أنا محضرها لك؟ أجنن ها؟ ويطلع طارق مدرب الأهلي يضحكنا ويقول لك إن هو هيتحمل مسؤولية الخسارة. طيب يا سيدي شكرا كفاية. من تحليل لغة الجسد، طارق قافل على نفسه وخايف يوصل أي رسائل أو يستقبل أي رسائل من اللاعيبة. تحسه كده إن هو بيتفرج معانا على الماتش لايف، كأنه دي مش خطته أصلا. طرب. فالهدف الأول للترجي، الهدف الثاني للترجي. المدرب دوره سيء جدا جدا في إدارة المباراة. طرب عفريت داخل عليه والباب بيزيق. خسرنا في أرضنا، ما نستاهلش السنة دي أي بطولة لأن ببساطة ما عندناش مدرب. العفريت هياكل طرب خلاص. طرب ده مدربي. شكرا يا كابتن خطيب. أنا شايفة إن الأهلي عنده مشكلة كبيرة في التعاقد مع المدربين واللعيبة، فيها كده صفقات كدنس، يعني صفقات زي زيزو، إمام عاشور، بن شرقي، دي كلها لعيبة ما عرفتش تنجح مع الأندية بتاعتها. وكاموتش اللي ما عملش أي حاجة في 6 ماتشات يطلع يقلب الدنيا بتصريح يقول فيه التدريب في النادي الأهلي مش زي أوروبا، التدريب في النادي الأهلي دلع الدلع، والنادي يفتح معاه تحقيق. بستغرب ليه الأهلي ما يجيبش لعيبة من أندية زي مقاولين العرب كده، اللي يطلع صلاح والنني وسيد اللعب حسن شحاتة، ولا حتى ما يجيبش من زد سيراميكا وإنبي. ليه الأهلي يفرط في معلول وربيعة وعبد المنعم؟ والغريب بجد إنه وسط الأحداث دي كلها المنتخب يعمل ماتش عالي قدام السعودية ويكسب السعودية 4-0، والأغرب إنه يكون معاه 7 لعيبة من نادي الأهلي. إيه الحكاية؟ ازاي بقى؟ انا عايز حضرتك تقنعني ازاي. أنا رأيي إن مشكلة الأهلي في اختياراته في التعاقد مع المدربين الغلط واللعيبة اللي ما بقتش عارفة قيمة الناس والتيشيرت الأحمر. فعايزين يشيلوا الراجل. لا، انا شايل الاداره الاول وبعد كده بقى سواء لعيب سواء مدرب. انا اول مره اشوف النادي الاهلي يطلع كميه لعيبه كبيره كده من الاعاره. دليل ان لجنه التخطيط ولجنه الكوره بتختار غلط. بس والله هزعل منك. واحده لجنه التخطيط اللي بتختار. انا هزر. تفتكروا الأهلي هيصالح جمهوره ويرجع الدوري السنة دي ولا لا؟ قولوا لنا رأيكم في الكومنتات وتوقعات.